سلام الله عليكم. صلينا على رسول الله. اليوم جبنا لكم فيديو لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعد الكلام إذا ما أثر فيك وإذا ما راجعت حسك فتأكد من دمك، تأكد من دمك، افحص، تأكد من يمنيتك، تأكد من نخوتك وكرامتك ومن عزتك ومن شموخك ومن بطولتك ومن يمنيتك ومن عروبتك ومن إسلامك ومن إنسانيتك. تعبنا لقاي، صلعنا من تحت رؤوسكم، شيبنا من تحت رؤوسكم، شحبنا من تحت رؤوسكم، امتنعنا من السفر على اليمن من تحت رؤوسكم، ولا أرضي يفهم الأغلبية. نطرح لكم فيديو لابن عديبو. ايش عاد تشتوا بعد الكلام؟ ابن عديبو هذا محافظ شبوه المعين من قبل هذه، شخص مع العدوان ومع السعوديه ومع الامارات ومع عاصفه الحزم ومن اصحاب شكرا سلمان وشكرا ابن زايد. لا تقول يا مسمارين انت تدلس، ولا تقول الحوثي يدي كلام، ولا تقول ذا يدي كلام، لا، واحد من اصحاب شكرا سلمان، اسمعوا وش يقول بعظمه لسانه. لا تاخذوا من كلام من المسمارين. انا ضد العدوان من يوم بدأ العدوان، تمام، وانا ضد تحالف البعرين هذولا، لكن خذوا رجال عاده الامس يقول شكرا سلمان، وايش يقول بعظمه لسانه على التحالف وعلى الامارات. وش عاد تشتوا بعد الكلام؟ تعبنا. قديد دياثة فيكم، ما عادش تحالف ولا عادوا حب لسلمان ولا محمد زايد، قديد دياثة ما عادش رجوله. بل رضيها في أرضه، رضيها في عرضه. اليوم تفتح لهم يعني أرضك يدخلوا، بكرة تفتح لهم البيت لا داخل عرضك. محتل قزاه حرام وطلاق من الدنيا أنهم قزاه ومحتلين، وأن الواقف معهم ألعن وأوسخ منهم 1000 مرة. أقسم بالله أي مرتزق مع السعودية أو مع الإمارات أو يقبض منهم أنه ألعن منهم ب1000 مرة. أقول لكم احتلوا بلدكم، قسموكم، شطروكم، فحسوا والد والديكم، دعسوكم، قصفوكم، أخذوا الموانئ الجزر ولا حس ولا خبر. اسمع هذا المقطع المحافظ شبوه المعين من قبل هذه، ايش يقول على الإمارات كيف حولت أكبر منشأة لتصدير الغاز في اليمن، أكبر منشأة قفلتها الإمارات وحولتها المعسكر تبعها. هذا يجوا يساعدوكم يرجعوا لكم الشرعية حسب ما زعموا. اسمعوا بعدين نرجع نتناقش ونتناقف. الآن المنشأة هذه تتواجد فيها القوات الإماراتية وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ونحن يعني واقفة معطلة. المنشأة واقفة للسنة الخامسة على التوالي، وستدخل السنة السادسة وهي واقفة. نحن بلد نعتمد على إيرادات النفط والغاز في تسيير أمور بلادنا. 60% من موازنة الدولة كانت تأتي من عائدات الغاز. اليوم هذه المنشأة بالعربي الفصيح تقف الإمارات حجر عثرة في تشغيلها. نحاول أن يخرجوا، وعرضنا أن نوفر لهم المكان البديل، وتحدثنا مع الأشقاء السعوديين أنه ضروري أن يخرجوا الجماعة من المنشأة لأننا بحاجة إلى تشغيلها. نحن أمنيا مؤمنين هذه المنشأة منذ فترة، منذ خروج الحوثي بنسبة 100%، سواء في البر أو في البحر. فنيا الشركة جاهزة لإعادة التشغيل بعد ما تلقى موافقة بشهر واحد. سياسيا هناك فيتو على تشغيل هذه المنشأة، فنحن نواجه ضغط شعبي، لأن هناك الآلاف من العمال سرحوا إلى بيوتهم. نوجه رسالة للأخوة الإماراتيين، نقول لهم بكل أدب واحترام أنا مستعد أن أوفر لكم المعسكر بخدمة 5 نجوم وعلى حسابي، ومستعد أوفر لكم كل شيء، بس رجاء أخرجوا، لأني ألاقي ضغوط شعبية وقد يخرج الناس يتظاهرون أمام هذه المنشأة. وهذا ليس في صالحهم. أما نحن لا أظن أن يخرب علينا شيء أكثر مما قد خرب. هيا سمعت الخبر، ايش زلنا حكى؟ تعبنا كلامنا 5 سنوات. اتقوا الله في أنفسكم. كم جهدنا نعتس. لا تقول ليش الحوثي هذا مش مبرر. ايش مبرر؟ هكذا هم يعملوا كذا
ويقسموا ويشطروا ويجزئوا ويحتلوا ويطرحوا قواعد عسكرية في اليمن ويسلموا سقطرى لإسرائيل. هذا وعاد به مقاومة، وعاد الحوثي يقاومهم، وعاد الشرفاء من أبناء الشعب اليمني يقاتلوهم. كيف لو قد ما علقوا مقاومة وش بيسووا؟ طلع قبل يومين محمد آل جابر السفير السعودي بريمير اليمن، طلع قبل يومين يودع السفير الفرنسي في اليمن. طيب هذا من عمل الخارجية اليمنية الشرعية. استكثروا على على وزارة الخارجية أو شرعية المرتزقة، استكثروا عليهم توديع سفير. انتهت مهمته في اليمن فودع من؟ محمد آل جابر. شوف محمد آل جابر ودعه وشكره وشكرا لك على قيامك بأعمالك. وش دخلك يا محمد آل جابر؟ لكن شوفوا على أهانة، استكثروا عليكم حتى توديع سفير أوروبي في اليمن. جردوكم من كل شيء، جردتم أنفسكم من الكرامة ومن العزة ومن النخوة ومن الشرف، جردوكم من كل شيء. والآن شوفوا هذا مش إلا بالحاف، مشات بالحاف. خلني بس أقرأ لكم بس. ميناء نشطون هذول كلهن مسكرات. هؤلاء كلهن الموانئ مسكرات. هؤلاء سكرن تحالف البعران، تحالف العدوان. السعودية والإمارات دي جاءت من أجل اليمن ومن أجل رجاع اليمن للحضن العربي كما قالوا، فبقت اليمن في الحضن العربي كما كانت، ورجعوهم وخرجوهم من الحضن العربي إلى الحضن الإسرائيلي. هؤلاء جاي يرجعوا اليمن للحضن العربي. تخيلوا، شفتوا كيف؟ 9 موانئ ومرافق، هذا كلها مغلقة من قبل التحالف، تحالف البعران، تحالف مع هذا شكرا سلمان عليك لعنة الله وعلى من رباك، لا عند أبوك ناموس ولا عندك شرف ولا عندك ذرة كرامة يا ديوث. تشكر على ايش تشكره؟ على ايش تشكر سلمان؟ وعلى ايش تشكر ابن زايد؟ ميناء نشطون، ميناء الشحر، ميناء المكلع، ميناء بالحاث، ميناء عدن، ميناء المخاء، ميناء سقطرى، ميناء الحديدة. هذا كلها الموانئ مسكرها من قبل تحالف البعران وطارحينها قواعد عسكرية. شفتوا؟ هذا كلهم مسكرة هذا الموانئ. شفتوا؟ قيدوا عاركم قياد، خزموكم خزم، خلوك تشحت شحاته دون لسلمان وابن سلمان تبتضع عنده يا منعاه. وعاد الطيران المسير ينطلق للسعودية وعاد مداعس عليكم، وعاد الرجال بتواجه في الحدود وقدم داعس عليكم، وعاد به نص الشعب اليمني والأغلبية رافض للعدوان والمحتل السعودي الإماراتي، ومع هذولا عادهم يودعوا السفراء نيابة عنكم ويغلقوا مقراتكم ويغلقوا يعني ويقصفوكم، يقصفوا جنودكم ويقصفوا يعني أطقمكم العسكرية ويمنعوا الرواتب ويمنعوا السلاح ويقلقوا النفط، موانئ النفط أو الآبار النفطية اليمنية والآبار الغازية اليمنية من التصدير. ليش؟ مرتزقة خوان. يقول لك ويش أنت بعت لي أرضك وبتبيع لي أرضك، أنت بعت بلادك، أنت طرحت يدك بيدي أحتل بلدك وأجزأها وأقسمها وأحتلها وأغزوها وأقتل أهلها وناسها. كيف ما عاملك بهذا المعاملة؟ إذا كان أنه الإمارات السعودية تغلق الموانئ اليمنية هذه كلها، هذا الموانئ اليمنية قلقتها السعودية والإمارات كلها، وعاد نحن نواجههم، وعاد رجال الله يكسروا أنوفهم ويرقبوا أنوفهم ويأخذوا أسرى منهم. فكيف لو ما لقيوا من يقاتلهم؟ اقسم بالله لا يأخذون النساء من البيوت. أنت تخابلك على الأعراب أشد كفرا ونفاقا، تخابلك على ناس لا عندهم لا ضمير ولا عندهم شيء، قتلوا مئات الآلاف وجرحوا الأغلبية من الشعب اليمني. صالات العزاء، صالات الأعراس، الأسواق، المقابر، البيوت، الجسور، قصفوا طحنوا الشعب اليمني من شق حق ضحيان تحبل التيوس. أكثر من 70 طفل من ضحيان بيشهدوا جريح الحافلة. ما عندهم لا ضمير ولا عندهم إنسانية. فراجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم. هناك محتل وهناك قريم واحد، على لك خلاف أنت والحوثي، ارجع بعد تناطح أنت وياه ومن تلحم من غنمه ما بيش عليه كذا، أنت وياه أصحاب وابن بلد واحد. لكن هذا قازي محتل. شوف 5 سنوات شو عملوا لأبتكم؟ إيش عملوا لكم من 5 سنوات؟ إيش صلحوا لك من 5 سنوات لو عندك ذرة كرامة وذرة شرف؟ 5 سنوات هذا طردوا حتى شرعية هذه من عدن، كان معها عدن طردوها وطرحوا الانتقالي بدلها. وشكرا من سلمان. ديث عليكم من الله ما استحقوا، لا فيكم ذرة كرامة، حرام وطلاق من الدنيا. ما فيكم كرامة ولا فيكم نخوة ولا فيكم شرف ولا فيكم عزة ولا فيكم ناموس ولا فيكم دين ولا فيكم إيمان ولا فيكم يمننة ولا معكم من الإنسانية ولا من الرجولة مثقال ذرة.
ما بش واحد يقول له سعودي تعال اقصف بلدي، تعال احتلني، تعال جزئني، تعال شطرني، تعال شيل الموانئ والجزر والبحار كل شيء. مقابل ايش؟ مقابل 5000 ريال سعودي يديها لك شهريا يا ديوث.